هذه هي المجموعة الشابة اللي عاقدة العزم على التألق ومواصلة الإبداع ومواصلة المسيرة. وبعد حين سيكون النشيد الوطني الرسمي للبلدين، نستمعوا إليه مع بعضنا. النشيد الوطني الغيني. النشيد الوطني التونسي. كان هذا إذن النشيد الوطني الرسمي التونسي، وقبله النشيد الوطني الغيني. وطاقم التحكيم لهذه المباراة يكون متألف من طاقم تحكيم كونغولي، السيد عمر يانغو، ويساعده كل من أندري نزوبا ونوربيل مولاري. بالنسبة للحكم الرابع هو السيد أنطوان إسيمو، ومراقب المباراة هو المصري السيد محمود كمال مصطفى. بعد حين سنوافيكم بتشكيلة المنتخب التونسي على الشاشة طريق الزملاء من الإعلامية. والكتابة الإلكترونية تعطي نكهة لهذه المباراة. أمامنا ماهر الكنزاري وصبري جبل رقم 14، أحمد طرابلسي رقم 3، والفريق الوطني في صورة تذكارية قبل هذه المباراة الهامة. إن شاء الله يحالفوا الحظ. كان كل الجمهور ربما يحب يكون قيس الغضبان موجود في هذه التشكيلة نظرا للدور الكبير اللي يقوم به، لكن إصابة على عينه حرمته من هذه المشاركة. لكن نعرف نحن كل الزملاء وكل من يعوضوا لابد باش يبدي البلاء الحسن ويقدم كل ما عنده من مجهود، وهذا ثبت خلال كأس أفريقيا للأمم. شفنا اللاعبين اللي خذوا مكان الأساسيون كانوا في المستوى وأكثر. نتمنى على كل حال ما يتركش هذا الغياب فراغ. وسيد أنري كاسبارتشاك بطبيعة الحال ضغط مفروض عليه أمام هذه المباراة الهامة، لكن كله ثقة في هذه العناصر الشابة حتى تعطي ما عندها
وتقدم المردود الطيب. وفكرة كذلك عن المنتخب الغيني والمدرب سيد بيير بونغورا اللي صرح بأنه معجب بكرة القدم التونسية ويقرأ ألف حساب بها. وكذلك المنتخب التونسي كان قرأ كل كبيرة وصغيرة، وكان أجرى مباراة ودية مع فريق الأجانب بعد فيها 3-3، وعرف كيفاش في الفترة الوجيزة لإصلاح بعض النقائص اللي طرأت خلال المباراة الودية هذه. وأمامكم الحكم بن الكونغولي سيعطي بعد حين إشارة انطلاق هذه المباراة. وكذلك الجمهور الحاضر بأعداد محترمة جدا، إن شاء الله يعود ويرجع فرح بعد المردود الطيب اللي نتمناه باش يكون عنده نتيجة. وأمامنا التشكيلة إذن: وليد العبيدي، ثم فريد شوشان، رقم 4 مكرم التاجوري، 3 أحمد طرابلسي، رقم 14 صبري جبلة، رقم 13 رياض البوعزيزي، رقم 12 مروان البكري، رقم 8 نادر الفقيه، رقم 2 عماد بن يونس، رقم 10 ماهر الكنزاري، ورقم 11 المهدي بن سليمان. هذه إذن التشكيلة الأساسية اللي تخوض هذا اللقاء. أمامكم بالنسبة للاحتياطيين إذن: شكري بوسعادة، ثم لطفي البكوش رقم 5، سعيد السايبي 14، 15 بالحسن العالبي، ثم بقية الأسماء. والآن أعطت إشارة الانطلاق لهذه المباراة، وهجوم لفائدة المنتخب لكن يتقص بالنسبة لتونس. ومجهود طيب من نادر النفقين، إن شاء الله تكون انطلاقة طيبة كذلك. وبعد حين باش نشاهدوا تشكيلة الفريق الغيني. نرى ثم محاصرة على بن سليمان، أكيد أنه عنده فكرة على هذا اللاعب. ونادر الفقيه كالعادة يرجع الكرة إلى التاجوري. شوشان يزال يبحث عن المساندة. مرة أخرى الفقيه طويلة، ثم مهدي بن سليمان طليق، مهدي بن سليمان يهرب ويحصل على ركنية. ثم تدخل من اللاعب رقم 6 وهو كيتا السيني. ونعرف بن سليمان خطير، لكن ثم مخالفة سبقت إذن، والمخالفة الأولى. وبن يونس في التنفيذ، بن يونس طويلة وحب يكون مقوسة مباشرة في الميدان وتخرج. إذن مؤشر طيب بعد مرور دقيقة على هذه المباراة اللي نتمناو باش يكون فيها المنتخب التونسي المنتصر. ترجع طرابلسي لكن ياخذها اللاعب رقم 13 وهو بامبا عثمان. ويلزم المنتخب التونسي في الدقائق الأولى يحتاط وما يتسرعش، يلزم شيئا فشيئا يتقدم بكل تؤدة وبكل ثبات. وترجع من الكنزاري، طرابلسي طويلة منه باتجاه بن يونس، وش يقول الحكم؟ تأتي ضربة مرمى. إذن ضربة مرمى للمنتخب الغيني بعد تدخل من اللاعب كاميرا السيني أمام بن يونس اللي هو الآخر قاعد يتحرك. توصل طويلة من كيتا وثم مخالفة.